شو الاسم اليوم؟ هلا حتشوفوا. طب علو. أنقذنا السمكة، طلعناها، أنقذناها من الدار، أنقذناها، والحين العصافير بدنا ننقذهم. ماما ليش هيك عم بيصير بفلسطين؟ ليش الله ما عم بنصرنا؟ مش احنا الصح وهم الغلط؟ سؤالك حلو، بس قبل ما أجاوب عليه في شغلة مهمة لازم نوضحها. ماما لو سمحت لا تفتحي المواضيع. اسمع بس للآخر. شوف، أول شي خلينا نعرف قيمة الدنيا. أنا عرفت شو بدك تحكي. لا ما عرفت، خليني أكمل للآخر بعدين أحكم. ما تكون هيك بصلتك محروقة كنك أمك. انتي أمه. طيب كونوا أحسن مني. اتخيلوا معاي إنه إحنا رايحين أكبر مدينة ملاهي في العالم، فيها كل الألعاب وأحلى الألعاب اللي بتخطر في بالكم. تخيلتوا؟ بس شرط، قبل ما نروح نمر على استراحة فيها لعبتين عليهم ورقة تعليمات، هدول اللي بنحط فيهم 100 فلس بيصيروا يهزوا. عرفتوهم؟ عرفتهم، مزعجين، بيخلوني أراجع أصلا. إيش التعليمات؟ إنه نلعب بنظام، وكل واحد ياخد حقه، ما حدا يعتدي على التاني، هيك. تمام. الدنيا عاملة زي اللعبتين هدول، ترى هي أقل من هيك، بس أنا عم بعطيك مثال عشان تفهم إنه حتى لو راحت عليك وما استمتعت فيها هي ما بينزعل عليها أصلا، لأنه إحنا أساسا طالعين من بيتنا وهدفنا نروح لوين؟ للملاهي، اللي هي قال يعني بلا تشبيه الجنة. يعني لو في حدا أجا قالنا إنه الكفار أحسن منكم لأنهم بيلعبوا باللعبتين وما خلوكم تلعبوا، طب ما المؤمنين رايحين على الملاهي وهم لأ، إيش جاب لجاب؟ أصلا تعرفوا ليش هم متمسكين بهاللعبتين؟ لأنهم عارفين إنهم مو رايحين على الملاهي. قالك على القليل خلينا ننبسط هلأ. طب إحنا بدنا نلعب هدول اللعبتين. أيوة، هون بيبدأ الكلام. الله سبحانه وتعالى هو النصير المعين الذي ينصر المؤمنين ويجعل لهم الغلبة والفوز على أعدائهم. والله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين بطريقتين. رح أعطيك مثال عشان أبسط لك الفكرة. اتخيل حالك بتلعب بالبسكليت وأجا واحد بده ياخد منك البسكليت، بس انت تخانقت معه وضربته وما خليته ياخد البسكليت. مين انتصر؟ أنا. ممتاز. هلأ اتخيل انك تخانقت معه وهو ضربك واخد بسكليتك، بس اجت الشرطة وقالوا لك اسمع، احنا حنعطيك تعويض عشان الجرح اللي في وجهك 5000 دينار، والجرح اللي في رجلك 5000 دينار، وبدل البسكليت 7000 دينار، وعشان نفسيتك تعبت رح نعطيك 20,000 دينار. يا ريته ضربني أكتر. أو مش بس هيك، وإحنا مسكنا الحرامي ورح نعاقبه. يبقى مين انتصر؟ أكيد أنا. طبعا البسكليت كله على بعضه حقه 60 دينار، لما الحرامي يلعب فيه كم من ساعة وبعدين يتعاقب، هذا ما اسمه انتصار. ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى هو النصير، يا إما بينصرنا بالطريقة الأولى بخلينا نفوز على أعدائنا ونفرح كلنا بالنصر، أو إنه بيعوضنا عن الخسائر وينتقم من أعدائنا. انتوا بتعرفوا الشهيد هذا إيش بيطلع له؟ اللي بيموت في سبيل الله. بقول لك قد ما الشهيد مش مصدق حاله على الحلاوة اللي هو فيها، بقول يا ربي رجعني عالدنيا عشان استشهد مرة تانية. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا لو مات. طب لو ما مات، لو عاش حياة صعبة، إيش إله؟ شوف، لو صبر وثبت على إيمانه، ترى هذا الامتحان مو سهل، لأنه في كتير ناس وقت الشدة بيكفروا، استغفر الله، بقولوا إيش هذا، وين الله عنا، لو الله موجود ما صار فينا هيك، استغفر الله العظيم، يعني كلام مش مزبوط. بس إذا ثبت على إيمانه، الله بيقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تعرف شو يعني بغير حساب؟ يعني الملائكة بتعرف مثلا قراءة القرآن كل حرف 10 حسنات، التسبيح بكذا حسنة، الصلاة بكذا حسنة، بس بتيجي عند الصبر وما بتعرف ولا
تقدر تعد حسنات الصبر بغير حد ولا عد ولا مقدار. الناس العادية يوم القيامة لما بتشوف أجر الصابرين بقولوا يا ريت صار فينا زيهم. هذا غير عن إنه أعداء الله ينتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة، ما بيتهنوا، ميتين رعب، ما بيحطوا راسهم على المخدة مرتاحين أبدا. طب ليش نتخانق معهم على الدنيا؟ نخلي لهم إياها أحسن. لا، نترك لهم اللعبتين؟ ما بينفع، هاي طريقنا. لازم أطبق التعليمات إذا بدي أوصل للملاهي، وإحنا أساسا مخلوقين عشان نكون خلفاء في الأرض، نطبق شرع الله وأوامر الله في الأرض. قدرنا ما قدرناش على القليل نضل ثابتين على الحق. هلأ اللي بيصير بفلسطين مثلا، هاي معركة بين حق وباطل. لما الاحتلال يجي يسرق بيوت الناس ويطردهم في الشارع، هذا باطل. احنا لازم نوقف مع الحق. ما حدا يجي يقول لازم يصيروا صحاب كيف؟ صحاب مين؟ حرامية. ترى كلمة حرامي كتير مؤدبة في حقهم، ولا هم مجرمين قتالين قتلة فيهم كل العبر اللي في الدنيا. تعرفوا الاحتلال شو بيعملوا إذا ما أخذوا بيت الفلسطيني؟ بيبعتوا لهم مخالفة عشان بيته بلا رخصة منهم هم الحرامية. يا حرامي اسمح لي أبني بيت. المهم، فبيدفع هاي المخالفة. بعد كم من سنة بقولوا له لا، لازم تهد بيتك. أهد بيتي ليش؟ طب ما أنا دفعت لكم المخالفة يا حرامية. وإذا ما هدوا لحاله بيجيبوا جرافة وبيهدوا البيت وبيدفعوه حق الجرافة ورواتب الموظفين اللي هدوا البيت، وبالآخر بيقولوا له شيل الركام على حسابك. مجرمين. بالآخر بيطلع لك واحد يقول لك حبوا بعد، اتساحبوا. هذا بدل ما توقف مع الحق وتساعدهم يرجعوا حقهم، يا أخي بلاش تساعدهم، واسيهم، قوي عزيمتهم، وعي الناس عنهم، ادعي لهم بالليل. جاي تقول سيروا سحاب؟ يا عيب الشوم عليك، اسكت، كنت ساكت ويا محلك. بس معلش، من فوائد أوقات الشدة إنه السيئين بيبينوا، وإحنا ما لازم نيأس، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل ووعد أن ينصر عباده المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بدك تلعب باللعبتين وتروح على الملاهي؟ هذا النصر ما بيجي إلا من عند الله. ما تحط في مخك إنه لو الدولة الفلانية ساعدتنا حننتصر، لو الممثل ولا اللاعب الفلاني حكى عنا حننتصر. ما حينفعوك. بدك نصر؟ دق باب اللي عنده النصر، وما النصر إلا من عند الله. الكفار والفساق لما بيفوزوا هذا ما اسمه نصر، لأنهم مو رايحين على الملاهي. ما بنقول الله نصرهم على المؤمنين، بنقول الله سلطهم على المؤمنين. إيش يعني؟ بيكونوا المؤمنين عم يعملوا أشياء غلط ضد التعليمات، وإذا ضلوا هيك مش حيروحوا على الملاهي، فالله بيبعت لهم تأديب عشان ينتبهوا على حالهم ويصححوا أخطائهم. لأن الله سبحانه وتعالى جعل للنصر شرط: إن تنصروا الله ينصركم. ننصر الله كيف؟ يعني الله بيحتاجنا؟ لا طبعا، الله غني. ننصر دين الله، يعني قبل ما تقول يا رب نصلي في الأقصى، انزل صلي في المسجد اللي تحت بيتكم فاضي. ترى ننصر الله يعني نسمع كلام الله كله، مش اللي بيعجبنا بس. نقيم الصلاة، نؤتي الزكاة، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نكون صادقين، أمناء، صالحين، مصلحين، ونعد العدة. يعني أي حدا بيحاربنا وبيقاتلنا لازم نحضر له كل اللي بنقدر عليه من علوم ومهارات وخبرات وأسلحة. لو ما بنقدر إلا على الحجر يبقى بالحجر رح ننتصر، مش شرط نساويهم في القوة، لأنه إحنا إذا صرنا مؤمنين ملتزمين الله حيكون معانا. وإذا كان الله معك فمن عليك. بس لاحظوا إنه الله قال إن تنصروا الله ينصركم. يعني أي حرب بندخلها مع الأعداء لازم تكون نيتنا في سبيل الله، عشان تكون كلمة الله هي العليا، مش حمية وعصبية وقبلية ولا عشان الفلوس والوجاهة. ما بينفع.
يعني النية بتفرق؟ أو لا؟ طبعا النية بتفرق، وإن جندنا لهم الغالبون. طب معقول هلأ ولا حدا فينا بينصر الله؟ هل احنا كلنا سيئين عشان هيك الله ما بينصرنا؟ انت قصدك ليش ما بينصرنا بالطريقة الأولى؟ لأنه هذا النوع من النصر إله فرحة وحلاوة بدوقها كل المؤمنين. عشان ندوقها كلنا لازم نكون كلنا شاركنا فيها. خليني أوضح لك. تخيل إنك أنت لحالك أمين، بس اللي حواليك كلهم حرامية، هل حتحس بالأمان؟ لا. هل عشان في فئة قليلة أمينة المجتمع حيحس بالأمان؟ لا. امتى حنحس بالأمان؟ لما كل المجتمع يكون أمين. عشان هيك احنا بالصلاة شو بنقول؟ اهدنا الصراط المستقيم. كلنا يا رب، عشان كلنا نعيش مبسوطين. بس انا لما اكون لحالي امينة، لحالي صادقة، الله بيضيع لي تعب؟ أبدا. حقي واجري رح اخده تالت ومتلت، بس دامني عايشة وسط حرامية وكذابين رح اعيش متغلبة. نفس الشي بالنصر، لما تكون فئة قليلة اللي بتنصر الله، هاي الفئة رح ينصرها الله وحيعوضها أحسن تعويض، بس حتتغلب. لكن النصر العام، نصر الأمة وعز الأمة، الفرحة هاي عشان ندوقها كلنا لازم كلنا نشارك فيها. بس إحنا للأسف يا عبد الهادي ما بننصر الله، ما بننصر الله. بدنا شغل، بدنا شغل. بديش أقول لك تطلع حواليك، كل واحد فينا يتطلع بحاله، يسأل حاله: هل أنا أنصر الله؟ هل أطبق شرع الله؟ والله والله مهما أحط أعلام وأرفع شعارات، لو ما بهز طولي وبقوم من فرشتي أصلي الفجر، يبقى أنا عم بساعد العدو وأنا سبب في تأخر النصر. وبس، خلص هيك. مين عمل هالحصالة؟ إحنا. الله يرضى عليكم يا رب. بابا عبيها. بابا عبيها. لازم كلنا ننصر الله، مش بس أنا.